تاتا. لو اعتبرنا ان الحياه عباره عن لعبه، هتلاقي عقلك بيتعامل بشكل مختلف مع المشاكل. ازاي؟ لو انت بتلعب لعبه وقابلك بازل او حاجه المفروض تحلها عشان تدخل نكست ليفل، ايه اللي هتعمله؟ هتلاقي نفسك بتفكر ان في حاجه حواليك تقدر تستخدمها عشان تحل البازل ده عشان تدخل في اللي بعده. طيب لو احنا فكرنا بنفس النمط ده في المشاكل اللي بتقابلنا في الحياه العاديه، او في البيزنس، او في الشغل، او في اي حاجه عامه، او حتى في العلاقات، هتلاقي جواك يقين ان انت في حاجه حواليك تقدر تستخدمها، او في بوتنشال، في فكره موجوده لو انت استخدمتها هتحل لك المشكله. ومن هنا يا صديقي اقدر اقول لك ان انت حليت تقريبا 3/4 المشكله، لان طريقه ادراكك للمشكله جزء كبير من حلها. بمعنى احنا دلوقتي في الشغل بتاعنا شغل تصميم وديزاين، وبعدين ناخد الديزاين الحلو اللي العميل وافق عليه ده نروح ننفذه على ارض الواقع. فبيقابلنا بقى في الطريق في البروسيس دي حبه مشاكل كده حلوه قوي. يعني مثلا المشاكل اللي بتقابلنا في الموقع لا يمكن التنبؤ بها، دايما بتبقى جديده ومتنوعه ومفيش بروجكت زي التاني. شغل في المواقع ملوش مانيوال، 1+1 ما بتساويش 2. الغساله بتعصر، بس احنا مكملين رغم الصعاب ورغم ان الغساله بتعصر وان البروجكت ملوش مانيوال، ودايما بيبقى فيه حاجات غير متوقعه زي ان الغساله تعصر وانا بصور فيديو. تقبلنا احنا بقى لحبه التحديات اللي بتقابلنا دي هي اللي بتفرق، وهي اللي بتخلي الامور اسهل، وهي اللي بتخلي عقلك وقت التحدي او المشكله اللي بتقابلك بيشتغل بشكل مختلف، وعلى الاساس ده بيحل الموضوع بشكل غير متوقع، زي بالظبط المشكله اللي قابلتك بشكل غير متوقع. ودايما زي ما قلنا في اول الفيديو ان الحل بيكون حواليك، لو انت بس ركزت وبصيت كويس هتلاقيه موجود. خلينا نضرب مثال. المشكله اللي قابلتنا ان كان في فرق في التشطيب حوالي 5 سم فرق في التشطيب، والعميل بتاعنا هو مستلم الشقه بتاعته بالشبابيك وباب البلكونه. باب البلكونه كنا مش عارفين نتصرف فيه، وكنا هنضطر من ضمن الحلول اللي كنا بنفكر فيها ان الباب ده هنغيره عشان حجمه يعني محتاج يقصر. فعملنا ايه؟ سمك الحيطه 25 سم، الشباك نفسه حوالي 10 سم، وكان في نص الحيطه. فاللي عملناه ان احنا نقلناه خليناه جوه الحيطه، شقينا كده نص ال 25 سم بالطول، ونحتنا الحيطه من فوق، فمن بره الواجهه ما اتلمستش، من جوه احنا كسرنا في فتحه الشباك من فوق خالص، ورحنا بيتنا بلكونه فيها. فده حل، كانت حاجه يعني عمليه اشبه بالعمليه الجراحيه الصراحه. مشاكل تانية بتواجهنا بتبقى شويه مضحكه، تقريبا كانت في نفس الشقه برضو. المهندس اللي معايا سبقني على الموقع ولقيته، دخلت لقيته يا عيني نايم على الارض، فانا اتخضيت افتكرته مغمى عليه. اتاريه بيدور على البلاعه. المبلط جه قرر انه يبلط الحمام كله ويطمس معالم البلاعه او السيفون الارضيه. والسباك جه عشان كنا مستعجلين جدا وجاي يشطب، بيدور على البلاعه مش لاقيينها، لقينا الحمام كله موجود كله والارض حلوه كده جميله من غير اي بلاعه. هو كان نايم على الارض على فكره عشان قاعد يخبط كده ويطمن، في هنا صوت بيطبل بحيث ان فنستشف ان دي هنكسر في البلاطه دي عشان ما نكسرش بلاط كتير. يعني الفكره اللي انا عايزه اقولها ان المشاكل اللي بتقابلنا في الموقع بتبقى دايما مش مفهومه وغير خاضعه للمنطق، وبتبقى مش قادر تفهم هو الصنايعي اللي غلط ده كان بيفكر في ايه وهو بيغلط. في بعض المهندسين محتاجين يتعالجوا فعلا نفسيا من كتر الحاجات اللي بيشوفوها، ومطلوب منهم ان هم يحلوها، واحيانا كتير بتاثر على الوقت وعلى الفلوس. الشغلانه دي علمتني حاجه كبيره قوي مهمه قوي، حابه انقلها لكم، ان انا اكون مش باخد الامور بجديه، ان اتس فاين، هي لعبه، فليتس بلاي، وخلينا نلعب واحنا مبسوطين مش واحنا متضايقين ومتعفرطين، لان في النهايه عقلنا بيبروسس بشكل مختلف وانت مرتاح وانت ريلاكسد، والحلول بتيجي في دماغك بشكل اسهل وبشكل فيه فعلا ابتكار مش معتاد. لو انت مضغوط ومخنوق وقافش على الناس وقافش على الصناعيه عشان غلطوا، فلا، take it easy, don't take it too serious، ما تاخدوش الامور بجديه، وانزلوا عادي هزروا واضحكوا وغنوا ساموراي في الموقع، مش هيجرى حاجه. لمزيد من الحكم في كريم دو لا كريم انتظرونا، لسه اللي جاي اجمل ان شاء الله.